نهاية الحرب العالمية الأولى، وتوفت والدته أثناء الولادة وبتسيبه لوالده توماس عشان يرعاه. ولكن المفاجأة إنه قرر ياخده ويرميه في البحر بسبب وشه اللي بيبقى عجوز، لكن بسبب الشرطة بيجري بيستخبى منهم ويرميه عند باب دار المسنين. وبتشوفه كوين اللي بترعى المسنين وبتجيب له دكتور الدار بسبب حالته، وبيقول لها الدكتور إنه ممكن يكون فاقد السمع والبصر وعنده التهاب حاد في المفاصل، وإن حالته مش حالة طفل وإنه كأنه واحد بالغ 80 سنة، وقررت تهتم بيه لغاية ما يتوفى طبقا لكلام الدكتور. وبتعرف كل أشخاص الدار عليه وإنه هيعيش معهم فترة. وبيكبر بنجامين في السن وبيستخدم كرسي متحرك وبيعامل كوين كأنها والدته. وكان كل أسبوع بيروح للكنيسة مع كوين، وبدأوا مع المساعدة يستخدم رجليه للمشي وبيستند على العكاز. وبيجي عيد الشكر بيشوف بنجامين إن توماس بيراقبه لكن مش عارف هو مين، وبيقابل ديزي وبيتعرف عليها وبيعجب بيها، وعرف إن كوين